نتحول بكم صوب المغرب ونتوقف مع جريدة الأحداث المغربية، وفيها نقرأ عن قرار تحديد الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم 8 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق الدوري المغربي بعدما تعذرت عليه برمجته في الشهر الحالي، وقد فضل استهلال الموسم الجديد بمنافسات كأس العرش. وتخبرنا الجريدة أن لجنة البرمجة وجدت صعوبة في تحديد موعد الانطلاق بسبب التزام المنتخب المغربي بمواجهة مصر يوم 13 و18 من أغسطس الحالي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للمحليين، وكذلك لتزامن بداية شهر سبتمبر القادم مع عيد الأضحى ومباراتي المنتخب الأول ضد مالي برسم الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم. وستضطر لجنة البرمجة لتأجيل مباراتين عن الدورة الثانية، ويتعلق الأمر بسريع واتزام ضد الوداد البيضاوي والفتح الرباطي ضد الدفاع الجديد بسبب مشاركة الفريقين البيضاوي والرباطي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف.